بيك في مشوار يا حاج. اتفضل. معي ولدي في الكليه وشاف واحده جميله من عندكم بنت عوضين. عوضين بتاع الكاوتش؟ بيضه كده انا خضره والولد عايز يتجوزها. قلت اجي لك اشوف عوضين مين؟ انا بقول لك عوضين مين بتاع الكاوتش؟ ايوه جارنا ده البلد اللي جنبيكم ده. ولدك عايز يتجوزها. وشوف لنا المشوار ده يا حاج. طب صلي على النبي يا حاج نوبي عليه الصلاه والسلام. انت الحمد لله ان جيتني انا الاول، ما رحتش لحد غيري، لان فعل الخير ده مش اي حد يعمل. تمام. اول حاجه البنت ابوها بخيل. تمام. صليت بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. لانه عارف ده عامل كولدير قدام بيته ورابط الكوبايه في الكولدير. يعني هتمشي؟ يعني الكوبايه هتمشي خاف عليها؟ ده هو اصلا ابوها يعني عوضين ده لو في خير ما كانش ربط الكوبايه في الكولدير. كلامك صح. تمام. اصل دي يعني سمعه، يعني دي امان. اكذب عليك انا؟ لا انت تقول لي الصراحه. اول حاجه البنت دي سودة. بتجيب خلطه من الصيدليه ب 27 جنيه ونص. تمام. بتحطها على وشها. انت تشوفها في الشارع تقول دي غادة عبد الرازق. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. انت اول ما تشوفها كده تقول دي غادة عبد الرازق. تمام. بعد ما ولدك هيتجوزها وتغسل وشها غادة هتموت وهيقعد له عبد الرازق. تمام الكلام ده. تمام الكلام ده. ما ينفع. على رزقك. انا هجوز ولدك يعني واحده شبه المذيعه منى الشاذلي، عارفها؟ عارفها دي. دي اجمل مذيعه. دي بسم الله ما شاء الله عليها. يعني برضه الدنيا كلها عارفها. وعامله شعرها كريه زي الاستاذه منى. والله. عارف البنات الحلوه دي هل قدامك دي؟ تمام. انا قادر اجوزك واحده منهم. يبقى خدمتنا. بس دول مش هينفعوا مع مرتك. ليه؟ دي بنات فافي بتتكلم انجليزي. يعني ممكن تاجي مرتك الصبح تقول لها قومي يا رودي احل بالجاموسه، تقول لها يا ام سوري اي كان نوت. برضه مش هينفع. لا مش هينفع. تمام. بعد كده اصبر، انا هجوزك بنت بسطاوي دي شبه المذيعه منى الشاذلي، دي صديقه مش حته الاستاذه منى الشاذلي. تمام يا حاج. احكي لك عرفتها ازاي؟ ما اهم حاجه برضه انا عايز اعرف. دي الاستاذه منى الشاذلي طبعا جات تعمل برنامج في معبد الكرنك عندنا، انت عارف بيتنا جنب معبد الكرنك. صح. طبعا لتنشيط السياحي. تمام. مش حته جايه من المستشفى. تمام. قابلتها الاستاذه منى. قالت لها اي نيد بريكفاست. انجليزي يعني. لا خلاص اكلمك عربي. انت تتكلم بس. طبعا انا مش حته. قالت لها هي البريكفاست دي، قالت لها عايزه افطر يعني عايزه مطعم. تمام. قالت لها ازاي انت في بلد الكرم الاقصر وتروحي مطعم؟ هو الصح. لازم تاجي تفطري عندنا. صح لازم تضيف. اصبر التقيل جاي ورا. تمام. المهم جابتها البيت. طبعا انت عارف يعني احنا اهل الكرم الاقصر. ايوه طبعا. عملت لها طبعا فطير مشلتت وفول. تمام. وعسل من الموجود يعني. والموجود. تمام. وراحت ندهت علي مش حته يا ديانوبي. تمام. وقالت لي يا حاج دوي روح فوق السطح نزل بلاص المش. المشكله كلها فوق السطح دي. طبعا نزل. ليه يا ابوي؟ قالت لي عشان الاستاذه تدوقه يعني. تمام. قلت لها يا ابوي مش هتنفع الاستاذه منى الشاذلي تاكل مش. ايوه صح. دي بتتعب من الكابتشينو. هتاكل مش. تمام يا حاج دوبي. تمام يا حاج. المهم قالت لي يا اخي خلي تدوقه اكلنا. تمام. المهم قلت لها يا ابوي مش هينفع. المهم قالت لي لا خلي تدوقه. المهم حطت الطبق المشي القديم قدامها. وعارفه تقول لها تقول لها دي طحينه. طب واعي ده كلام. المهم الاستاذه منى راحت طبعا خدت معلقه. المهم قعدت الاستاذه منى عجبها المشي القديم بتاعنا، قعدت تاكل 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 وفجاه مصطفى يا نوبي. تمام. المهم بصت في استاذه منى وراحت قالت لي مين طفى النور؟ يا ساتر يا رب. طبعا اول ما قالت مين طفى النور وبعد كده قلت لها يا استاذه ما فيش النور شغال. تمام. المهم طلعنا بيها على المستشفى. تمام. خدناها على المستشفى والمهم يعني رجعت في الاسعاف بقول لها يا استاذه قومي هتودينا في داهيه. المهم بصت في كده وقالت اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل واغمى عليها.
دخلنا الاستقبال يا نوبي. تمام يا حاج. المهم علقوا لها محاليل. تمام. والدكتور طبعا اداها يعني فاقه. طبعا قال لها اسمك مين يا استاذه؟ قالت له لميس الحديدي. ما فاقتش. لا ما المش طبعا خلاها جابت القديم والجديد. مشكله. طب انت واحده قلت لك، قالت لك عايزه واحده زبادي وعايزاني حته توست. تجيبي لها مش. تجيبي لها مش. طبعا جاء ضابط المباحث عمل لي محضر حيازه مش بدون ترخيص. والله